معاكم منى أبو المجد. معايا هنا قطعة لحمة حلوة جميلة. دي بتبقى فخد الخروف. الفخد الخروف لما بنشيل الموزة من تحت بتبقى الحتة دي المتعلقة من فوق، هي القطعة دي. أنا قلت طبعا أعملها لكم بقى بطريقة ميت موتس عشان يعني ندلع نفسنا وتدلعي أسرتك معايا. دي ما بتحطلهاش أي بهارات عشان خسارة نضيع طعم اللحمة صراحة منها. زي ما حضراتكم شايفين كده، حاطة ملح وفلفل ورق لورا وروزماري وقطعة زبدة. ما تتحطش فيها حاجة أكتر من كده. والرشة اللي أنا رشيتها دي حبهان مطحون بودر، حبهان حبة صغننين جدا. ما يتحطش فيها زي ما قلت أكتر من كده، خسارة نضيع طعم اللحمة منها. لفتها في ورقة زبدة وفويل، وعلشان الصينية ما تتلسعش مني حطيت شوية مية ودخلتها الفرن على درجة حرارة عالية على قد اللحمة. وزنها بقى عدها، لو اللحمة كيلو بقى عدها ساعة. أكتر من كيلو زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله طالعة جميلة. ودلعتها بشوية عسل وجنبها طبق اسباجيتي. يا رب تعجبكم.